منتصف. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، شكرا لكم على المتابعة. مبروك، ألف مبروك لجماهير الشرقية، لفارس الدهلال الاتفاق. حظ أوفر للنادي العربي الذي قدم أداء جيدا، وأتمنى أن يكون متطورا في الأيام القادمة. من خسارة جديدة على المستوى الخليجي وصدارة مستحقة للاتفاق من خلال المجموعة جدا. شكرا لكم على المتابعة، وبعد لحظات تنضمون إلى الزميل العزيز عبد الرحمن. إلى اللقاء. شكرا لخالد الحدي. إذا مبروك لنادي الاتفاق السعودي الانتصار بهدفين مقابل هدف واحد. هاردك لفريقنا العربي. كان بإمكان فريق العربي اليوم على الأقل تقدير الخروج بنقطة واحدة، ولكن قدر الله ما شاء فعل في نهاية المطاف. إذا كارل لويس كامبي هو نجم هذه المباراة بهدفين. الهدف الأول في الدقيقة 18 من هذه المباراة في الشوط الأول، ثم في الدقيقة 76 يتمكن نفس اللاعب من العودة وإحراز ثاني الأهداف بالنسبة للفريق. كذلك نحن نتحدث طبعا هاي حالة الهدف الوحيد للنادي العربي، ولكن في نهاية المطاف هدفين مقابل هدف واحد في هذه المواجهة. وبالتالي اليوم فريق الاتفاق يغرد حقيقة في المجموعة الثانية خارج السرب ب9 نقاط من 9 نقاط ممكنة، وبالتالي قد يكون وضع قدم ونصف في الدور القادم. نقول العربي حتى الآن باقي له 3 مباريات. نعم كان ممكن اليوم التعادل يكون نوعا ما مفيد في هذه المواجهة، ولكن في نهاية المطاف هناك تفاصيل حقيقة في المباراة في الشوط الثاني على وجه الخصوص نتحدث عنها كثير. 48 بداية الشوط الثاني استبشرنا خير، حتى احنا كنا في تحت الهواء في الاستوديو نتحدث عن ممكن تكون هناك عودة قوية للنادي العربي، ممكن يكون الشوط الثاني هو شوط النادي العربي، ولكن في نهاية المطاف كابتن رائد تفاصيل احيانا تفرق معاك في المباراة، وهذا ما حدث طبعاً يعني. طبعا التفاصيل هي ان انت المؤشر يبين تراجع اللاعبين بدنيا. الفريق المنافس بدا يسيطر، بدا ياخذ على لحظات المباراه. قلت هجماتك للتهديد، وبالمقابل هو زاد من ناحيه انه يوصل للثلث الاخير. هني تدخل مدرب انه يرفع طاقة اللاعبين من ناحية التبديلات في خط الوسط، تعزيز الشق الدفاعي. حتى لو تسحب مهاجم ما عندي مشكلة، حتى لو تسحب مساكني أو تسحب إسحاق، أهم شيء أنك ما تخسر في أرضك. المسألة أن أنت هزيمة ورا هزيمة هذه أمر سلبي، يعني توصل اللاعب لمراحل غير جيدة. لكن هو التفوق يعني بالنسبة للاتفاق، لا تقول لي في بين أرضك وجماهيرك. الحقيقة والواقع يفرض نفسه. أنت تتكلم عن فوارق فنية على مستوى المحترفين. بس شوف ترى بقول لك شيء كابتن رائد، ما بقطع كلامك، لكن أنا شعرت اليوم النادي العربي أول شيء وايد متحسن عن المباراة الماضية في أداء طبعاً. اللاعبين. أنا شعرت أنهم يبون يصلحون جماهيرهم للأمانة، ودليل قلنا انه بيقدر يرجع النادي العربي بين الشوطين، قلنا يقدر نرجع النادي وفعلا رجع. لكن انت لما تشعر في مراحل انا كنت اتكلم معك انا حتى تهولا، قلت لك نسبة تهديف العربي اصبحت 10%، نسبة تهديف الاتفاق 60 ل 70%.
حتى تحت الهواء قلت لك انت هل تعتقد في ان اليوم يعني انت قاعد تشعر ان في هل بدأ تعتقد كابتن ستيفن جيرارد ستيفن جيرارد مدرب نادي الاتفاق تفوق على هيدرسون المدرب العربي في موضوع التبديلات، في موضوع قراءة اللعب وظروف المباراة في الشوط الثاني؟ هو عنده الخيارات، اكثر من 3 محترفين في دكة الاحتياط، يقدر يبدلهم، يقدر عنده عناصر كثير ومفاتيح كثير يقدر. زين انت بعد كان عندي خيارات، كان عندك احمد فتحي، كان عندك عبد الله معرفي، كان عندك محمد علاء، كان عندك علاء الدين، عندك وايد خيارات كابتن. يوسف مفتاح كان عندي خيار هجومي ايضا على الطرف. لا طرف يعني، لكن ما لا يعني اتكلم انا عن مستوى المحترفين، انا عندي حلول يعني من بيغطي مكان يوسف المساكني، مكان رودي، مكان اسحاق، يعني حتى انت محترفينك يعني لا تنسى اذا بتاخذ الستار اصابه يزن النعمات اكيد. نعم، لا هي فيها ظروف، احنا دليل احنا ما قاعد نقص على النادي العربي، احنا نقول كان الامكان افضل ما كان، احنا نقول له علاج كان ممكن يحسن، ترضى بالتعادل حتى بين ارضك في فوارق يا اخي، لابد انه يكون في عام. بعدين انت راجع من هزيمه كبيره، وضعك في الدوري غير جيد، الحاله النفسيه في الفريق غير جيده، فجيد انك تاخذ نقطه من فريق مرشح انه يروح لابعد نقطه في البطوله وياخذ البطوله، يعني مرشح انه ياخذ بطوله. طبعا عنده العناصر وعنده المقومات انه يروح لاخر نقطه، فانت هني من المكاسب على الظروف اللي انت فيها انك تحافظ على متى صارت التغييرات؟ كم محمود متى التغييرات؟ 85 88 85 المباراه خلاص منتهيه. يعني شل التغييرات يعني لحد يعني. انا استغرب كابتن رائد، كابتن محمود، انا استغرب بعض المدربين يغير لك لاعب اخر 5 دقائق، ايش بيسوي لك اللاعب اخر 5 دقائق؟ عط يعني اللاعب اللي بالداخل على الاقل عطى ربع ساعه 20 دقيقه. صحيح. اولا موضوع التغييرات علامه استفهام كبيره على المدرب، انك تغير في الدقيقه 85 عبد الرحمن ودقيقه 88 اللاعب تقريبا عنده 5 دقائق او 6 دقائق، من الصعوبه انه يعطي اضافه او يدخل في اجواء المباراه. الامر الثاني يتكلم عنه كابتن رائد، جوده المحترفين في الاتفاق. كيم بيسجل هدفين وكان نجم المباراه، لما تجيب لاعب بهالامكانيات هالكواليتي هو اللي يصنع لك الفارق. العربي الامانه تحسن بشكل كبير عن المباراه الاخيره في الدوري، لكن هجوميا الحلول شبه محصوره بين لاعبين اسحاق ورودري، ما شفنا الاظهره يفعلون الجانب الهجومي. في الوسط لويس مارتن واحمد معين نفس الادوار. اعتقد كنت تفضل خروج المساكني واحمد معين في الشوط الثاني كابتن؟ نعم، يكون هناك خيارات هجوميه اكثر، او على الاقل خروج احمد معين ودخول عبد الله معرفي يكون لاعب عنده خبره اكثر في تدوير الكره والاحتفاظ بالكره. عبد الله معرفي كان خيار انه يكون لاعب ممكن يقدم الاضافه في وسط الملعب للامام. ايضا علاء الدين كان كمهاجم صريح افضل من المساكني في الجوانب الهجوميه، وتلعب مهاجمين صريحين، خاصه ان احمد علاء معزول، يعني صعب انك تسجل بهذا الاسلوب بهذه الطريقه. عكس فريق الاتفاق غير قري بدل جواو، فوفانا لاعب محترف ايضا دخل تامين الوسط، مدر العليان كظهير ايسر اعطى الاضافه. يعني المدرب الاتفاق غير تغييرات على الدكه اكثر من الناس، تغييرات ايجابيه. احنا ليش انا من ساعه قاعد اقول لك ان العربي عنده حتى لو كان يعني بمستوى اقل من الاتفاق، لكن على الاقل عنده خيارات. عنده خيارات يقول لك البديل ترى افضل من الاساسي او نفس المستوى تقريبا. صحيح. يعني انت لعب الموجود عندك كابتن، يعني انت لعب الموجود عندك، بعدين اذا فزت ما فزت هذه موضوع اخر. هذه هي يعني. بس انت انا شنو قصدي كابتن؟ انت انا ما ابي افرض رايي عليكم. لا انت كمدرب سوي اللي عليك. ايوه، نجحت ما نجحت على الاقل انت سويت اللي عليك. هاي الخيارات موجوده عندي، لعبت بدري. صحيح. ليش انت تستشعر انت في الجول جاي عليك؟ لانه بدا يسيطر في وسط الملعب في الشوط الاول، ما قدرنا نقول هالكلام. اسمح لي كابتن.